الموضوع مش صدفة. الحياة بتدينا اللي احنا مقتنعين بالظبط اللي احنا نستحقه. الناس اللي شغالة على نفسها كل يوم مع الوقت بيجي لهم إحساس بالاستحقاق، وإن النجاح قريب منهم وفي الطريق، وإن هم يستحقوا النجاح ده وجاهزين له. بيبقى نوع من أنواع اليقين الداخلي. والفكرة هنا بسيطة، انت عمرك ما هتبقى جاهز تحقق أمنيتك إلا لما تصدق إنك تستحقها. لما تصدق فعلا هتبدأ تشوف الأمنية دي بتتحقق، الأول من بعيد بس في الواقع إن هي هتفضل تقرب منك كل يوم. معظم الناس ما يعرفوش المعلومة دي، بس في جزء في المخ اسمه ال AMCC. الاسم مش مهم، المهم الوظيفة والتأثير. العلماء اكتشفوا إن الجزء ده من المخ بيكبر لما الشخص بيعمل حاجة صعبة عليه أو مش حاببها. يعني لو قررت إن أنت تزود 3 ساعات رياضة في الأسبوع، أو تحاول إن أنت تمشي على أكل صحي وعلى دايت وتبطل الوجبات السريعة، المنطقة دي في المخ بتنمو وبتقوى. وهنا المفاجأة، الناس اللي بيعانوا من السمنة المفرطة عندهم المنطقة دي أصغر من الطبيعي، لكن لما بيبتدوا يتدربوا القشرة دي بتكبر عندهم. ولذلك في الرياضيين عندهم المنطقة دي أكبر من أي حد تاني. يعني مخك بيكافئك لما تواجه أي تحدي وتتغلب عليه، فكل مرة بتقاوم فيها الكسل والتعب، وكل مرة بتخرج فيها من الكومفورت زون، مخك بيكبر وبيتطور. في فرق كبير بين النمو والتقدم والنجاح. فمش كل نمو نجاح. فلو شركتك زودت مبيعاتها من 50 مليون ل 100 مليون، أو من 100% ل 200%، ده اسمه نمو. لكن هل هو ده نجاح؟ مش لازم. خليني أعيد لك تعريف النجاح ونبتدي من الأول. فالنمو هو إنك تزود ممتلكاتك، تزود أرباحك بأي شكل ممكن. والتقدم هو إن النمو ده يكون مصحوب بترسيخ للقيم والمبادئ، زي الالتزام، زي الصدق، زي الأخلاق والمهنية طبعا. ولكن النجاح الحقيقي هو إنك تنمو وتتقدم، وأهم حاجة إنك تكون إنسان أفضل في كل يوم بيعدي عليك.